السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بحضراتكم. الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا 2023 إن شاء الله. افتكر الفيديو بتاعي ده وهاته واسمعه يوم 11/6، يوم مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز في النهائي إن شاء الله، واللي هتكون في جنوب إفريقيا. وافتكر إن أنا قلت لك إن الأهلي هيكون بطل إفريقيا، وقول الراجل ده كان معاه حق. ليه بقول كده؟ الاهلي بطل افريقيا باذن الله على حساب صن داونز. عارفين ان الاهلي وصل لنهائي دوري ابطال افريقيا تقريبا، بعدها فاز على الترجي التونسي في تونس بنتيجه 3 اهداف مقابل لا شيء، ووضع قدم في نهائي دوري ابطال افريقيا واطاح بالترجي اكلينيكيا. اما صن داونز فتعادل مع الوداد المغربي في المغرب بدون اهداف، واقترب هو الاخر من النهائي عشان يكون الطرف الثاني في مواجهه النهائي بين الاهلي وصن داونز ان شاء الله، واللي هيكون اللقاءين يوم 4 و11/6. صن داونز هيقابل النادي الاهلي وهو ناقص 2 لعيبه اللي تم طردهم امام الوداد، لان اللعيبه دي خدت طرد مباشر، وبالتالي توقف مباراتين متتاليتين في دوري الابطال، مباراه العوده امام الوداد ومباراه الاهلي الاولى ان شاء الله اللي هتكون في القاهره. وباذن الله الاهلي يحقق نتيجه كبيره، يروح مطمن في جنوب افريقيا ويرجع لنا بالكاس زي ما قلت لحضراتكم باذن الله. ودي على فكره كانت تصريحات مولينا المدير الفني لصن داونز، اللي قال ان البطوله دي مش لينا وان الاهلي هو الطرف الاقوى في البطوله. وباذن الله عز وجل لعيبه الاهلي طالما ان هي حاسه بالدرس وتعلموا من اللي حصل امام صن داونز والفضيحه اللي حصلت قبل كده، باذن الله عز وجل هيعوضوا وهيقدروا يفوزوا على صن داونز ويرجعوا لنا بكاس افريقيا من جنوب افريقيا، ويفرحوا جماهير النادي الاهلي بالبطوله رقم 11. بالتوفيق للنادي الاهلي وجماهيره. وافتكروا الفيديو بتاعي ده يوم 11/6 وهاتوا واسمعوا وقولوا الراجل ده كان معاه حق.